حضرتك طبعًا بتبدأ بعد كده بيكون جالك مثلًا رسالة أو مكالمة فيها ميعاد العملية وفيها مكانها وفيها ميعاد الصيام. الصيام غالبًا بيكون قبل العملية بحوالي 6 ساعات. فبالتالي حضرتك ما تستغربش لو أنا مثلًا مدّيك ميعاد عملية الساعة 14:00 وقُلت لك صوم من 8:00 ص، يعني مش شرط إن أنت تصوم من قبلها، هو الصيام هو مجرد 6 ساعات. باشوف بعض الدكاترة برضه بتطلب من الناس إن هم لا ياخدوا ملينات ولاكتيولوز ويعملوا حقنة شرجية، الحقيقة الحاجات دي مش محبذة بتاتًا. بتزوّد حركية الأمعاء، تعمل إسهال، ممكن تدخّلك في جفاف من قبل العملية. لكن اللي أنا بانصحك بيه إن حضرتك ممكن قبل العملية بساعتين أو 3 أنت بتكون صايم تمامًا، لكن قبل العملية بساعتين تكسر صيامك بس بإزازة عصير، مش ما تكونش pure، عصير عادي من اللي بسكر، كنوع من إن هي تبقى زي وجبة كده high carbohydrate. لازم يكون عصير شفاف، ما ينفعش إن هو يعني مثلًا يعني ينفع عصير مثلًا برتقال، حاجات زي جهينة، حاجات زي الكلام دوًّا. عصير تفاح، لكن ما يكونش مثلًا عصير معمول في البيت أو تكون حاجة فيها ألياف أو كده تفضل موجودة في المعدة. وده طبعًا قبل حضرتك ما تتحرك وقبل ما تروح المستشفى، يعني ما ينفعش تكون في المستشفى وتشربه، ده من وأنت في البيت من قبل ما تيجي، يعني لو عمليتك مثلًا الساعة 10:00 ص تشرب الإزازة دي على الساعة 7:00 ص مثلًا، وده يكون آخر حاجة حضرتك تشربها.